السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بقناتي، قناة الشيف عبد الله معراوي. اليوم راح نسوي مع بعض طبخة سورية حلبية بامتياز، سفرجلية. أكلة كتير طيبة، بتمنى إنكم تجربوها وتنال إعجابكم. يلا مع بعض نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. أول خطوة راح نقطع حبات السفرجل بهالشكل هاد، حبات قاسية. راح نقطع قطع كمان بهالشكل هاد. هلا بنقطع كل حبة 3 أقسام. بعد ما قطعناهم بنجيب جاط فيه ماء بارد، بهالشكل هاد. بننزل فيه قطع مشان ما يتغير لونه. نخلص الكمية الموجودة عندنا كلها وبنرجع لكم. هلا هيك بعد ما قطعنا السفرجل حطيناه بالمي بجاط، مي باردة طبعا. راح نشتغل هلا باللحمة. هلا أول إشي عندنا لحمة غنم مقطع ناعم بهالشكل هاد، راح ننزلها بالطنجرة. هلا هون بعد ما اللحمة دابت معنا، راح ننزل ورق الغار، معلقة بهار أبيض، معلقة صغيرة. هلا راح ننزل مي، نشوف الكمية اللي راح تاخذها معنا. بدها كمان مي. هلا راح نضيف كمان مي. هلا عندنا دبس رمان، راح ننزل حوالي معلقة، تقريبا 3 معالق. هلا عندنا دبس بندورة، معجون طماطم، راح ننزل حوالي 3 معالق. طبعا هذا الدبس البندورة حلو، مو مالح.
بالشكل هذا. هلا راح ننزل معلقة نعناع يابس، معلقتين توم مهروس، معلقة سكر، طلع عنا الملح، آخر شي بننزله، بندوق وننزله. هلا بنعيفها حتى تغلي، بعدين بنرجع. هلا راح ننزل حبات السفرجل بعد ما صفيناهم من المي بالشكل هذا. ما شاء الله. هلا بنعيفها تغلي شوي بنرجع بنحطها. هلا راح ننزل الملح، ما بنكتر، بنرجع نشوف بعدين اذا كان ناقصنا ملح. راح ننزل معلقة واحدة. هيك استوت معنا السفرجلية ما شايفين ما شاء الله. طبعا نحن دقنا الحمض والملح كله تمام. هلا بننتقل لمرحلة السكب. وهيك صارت الطبخة معنا جاهزة، سفرجلية باللحمة. الأصل لازم معها كبة بس ماكينة ما في عنا، طبخنا رز بشعيرية جنبها. بتمنى تجربوها تنال إعجابكم، وألف صحة وعافية.